بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عاملين يا أصدقائي؟ النهاردة أنا جيت شارع السوق اشتري خضار، وقلت أنا أصوركم شارع السوق وأفرجكم عليه. زي ما انتم شايفين شارع السوق يعني شامل كل حاجة، المحلات من شرق ومن غربة، وكل حاجة هتلاقيها موجودة هنا في شارع السوق، من جلاليب، من عبي، من سجاد، من ستاير، من جزم، شباشب، عطارة، فأي حاجة خضار موجود هنا، شامل كل حاجة تلاقي أي حاجة هتعوزها هتلاقيها في شارع السوق هنا. هذا السجاد، ده محل عطارة وشنط. يعني شارع السوق عندنا الحمد لله شامل كل حاجة موجودة جوا. وأحلى حاجة فيه إنك تلاقي محلات العبي جنب بعض، محلات الجلاليب جنب بعض، محلات الطرح جنب بعض، الجزم جنب بعض. يعني أحلى حاجة فيه تطلع من محل تدخل في التاني على طول، مش تدور وتعمل، لا، فده ميزته يعني. في عندنا مولات بقى، الدور الثاني والثالث فيه عمارات، فيه مولات ومحلات. بس أنا عشان شايلة يعني الخضار ما قدرتش أطلع، بس إن شاء الله في يوم هصور لكم أدخلكم المولات والمعارض وأفرجكم عليه. يعني الجلاليب الشتوي نزلت، كل سنة وانتم طيبين. بس الأسعار بقى ما قلتلكمش، الأسعار غالية. هذا ايش شامل كل حاجة يعني. الخضار بقى هنا تلاقيه كل يوم كل يوم، في أي دقيقة في اليوم جيت عايز تشتري خضار هتلاقيه. وعندنا يوم مخصوص للخضار، ده يوم مخصوص في الأسبوع بنشتري فيها الخضار. في ناس اللي ما تلحقش تشتري في اليوم ده بتاجي هنا شارع السوق ده تشتري الخضار بتاعها. أما شارع السوق بصراحة اليوم المخصوص للخضار بيكون أرخص بصراحة من هنا، الخضار بيكون رخيص فيه. ففي ناس بتشتري بالأسبوع وتخزنه في الثلاجة للأسبوع اللي بعده. أدوات هنا ألعاب هتلاقيها برضو للأطفال، توك، اكسسوارات، كل حاجة موجودة هنا. في يوم العيد، يوم في رمضان ده ما بتلقاش خطة رجلك في شارع السوق. يا ربنا يحمينا ويحييكم ان شاء الله. اصور لكم اليوم ده يعني، بس هيكون زحمة، ما تلقاش حطة الرجل من كتر الزحمة. انا بضطر اجي يوم واثنين وثلاثة عشان اختار واشوف اللي يعجبني والمناسب، فعشان الزحمة وهنا ما بتعرفش تشتري من اول يوم بصراحة، فلازم تاجي يوم او يومين. ان شاء الله ان شاء الله في رمضان اصوركم احيانا ربنا ان شاء الله. وانا حابة عايزة اقولكم على موضوع اخواننا في غزة. انا جيت برضو النهاردة جيت اتبرعت في فودافون كاش، اللي معاك تحطيه يعني. هذا اخواننا لو حد سامعني من مصر يعني، روح لو معاك 50، معاك 100، معاك 200، معاك اللي مقدرتك عليه تروح تحطه بصراحة. يعني هم محتاجين اي حاجة اخواننا في غزة. انا جيت حطيت في فودافون كاش، وعايزة اي حد يسمعني يروح يحط. مش عيب ان شاء الله 5 جنيه، ان شاء الله 10 جنيه، مش عيب، بس انك تساهم في اي حاجة ده عشان هم المحتاجين. فربنا وان شاء الله ربنا يزيح الغم عنهم ان شاء الله وينصرهم يا رب. ادي الخضار، ودي ادوات منزلية بقى في برضو. ودي ادوات اكسسوارات موجودة برضو.
في موسم المدارس بقى تلاقي شارع السوق كله شنط المدارس ولبس المدارس والجزم. موسم الشتاء بقى تلاقي كله على معروض شتوي، والصيف بقى نفس الحكاية. على العيد بقى تلاقي الكل شارع السوق من أول والآخر ولبس العيد ودي محل بلوزات ودرسات. شارع زي ما قلت لكم على العيد بقى تلاقي كل المحلات لبس العيد وبيجامة. دي درسات معروضة. ودي محلات بقى الطرح جنب بعض. احلى زي ما قلت لكم ميزته ان المحلات جنب بعض، يعني مصنفينها الطرح جنب بعض، الجزم جنب بعض، الشباشب جنب بعض. فده ميزته برضه عشان ما تتلخبطش وتروح لا انا عايزه طرحه من هنا، انا عايزه جزمه من هنا، انا عايزه يعني لا، تدخل من محل تروح للي جنبه على طول لو عايز طرحه مثلا. ده الخضار اللي انا جبته بقى، شفتوا الكياس، عشان كده ما عرفتش اصور اكتر من كده ولا يعني الحمد لله. ده جبت 2 كيلو رز، النهارده جبت كرنب، الكيلو جبته ب22 الرز. وده خيار جبت كيلو ب20، والفلفل جبت كيلو ب20. دي كرنبة جبتها برضو ب20 صغيرة. الشتا بقى عادي كله كرنب. دي الخضرة بتاعتها جبتها. جبت كيلين جوافة، كيلو ب15 جبت 30. ودي البطاطس، دي البطاطس الكيلو ب20، 2 كيلو ب40. ودي باذنجان، الكيلو باذنجان ب10. انا دلوقتي بقى هفرز بقى واغسل الخضار بتاعي احطه في التلاجة. ما تنسوش تتابعوني على قناتي ممرمر في الصعيد، ويعني عايزاكم تدعموني وتتابعوا قناتي عشان اقدر اطلع لكم فيديوهات واوريكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.